الاستئنافية ديال الرباط تأييد الحكم بالحبس ديال الصحفي المهداوي، وقضت المحكمة ديال الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الصحفي مدير نشر موقع بديل بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وأداء غرامة مالية القدر ديالها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ومعلوم باللي المحكمة ديال الاستئناف ديال الرباط كانت أدانت المهداوي في 11 نوفمبر اللي فات في القضية اللي توبع فيها المهداوي بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف والسب العلني، وذلك بناء على الفصول 443 و 444 و 447 من القانون الجنائي المغربي.